ازيكم؟ انا حسين، وده كان فيديو مكانش لازم كان نفسي ما كنتش اعمله ولا كنت اتكلم عليه بالطريقه دي. كان فيديو كنت عايز اتكلم فيه ان انا اشرح فيه تحدياتي في اليوم اللي كنت بعملها في شغلي او في المدرسه، ان انا ازاي ربطت ما بين كل ده، ان انا اقدر اعدي كل ده واتحدى نفسي ان انا اقدر انفذ كذا حاجه في نفس الوقت. بس الفيديو ده معرفتش اعمله في كذا جزء. لاحظت ان انا في اخر الوقت عرفت ان انا هعمل الفيديو ده في فيديو واحد بس. وللأسف الفترة اللي فاتت دي كانت تقيلة جدا، شغل، مدرسة، تفكير، احباط، مليانة بكل الطرق اللي بتخليك تقف عن مستقبلك. في ايام كنت بصحى من نومي بقول ليه انا ليه بعمل كده، وبجاوب على نفسي عشان حلمي، عشان مستقبلي، عشان الحاجات اللي انا نفسي اعملها من غير مساعدة اي حد، عشان مش عايز افضل واقف مكاني. الناس فاكرة الضغط حاجة عادية وتعب جسم بس، لكن الحقيقة ان الضغط ده بياكل النفسية من كلها، بياكل النفسية بكل حتة، يعني مش بيسيب حتة فيها. اوقات بفضل واقف في الشغل سرحان، التفكير قاتلني، مش عارف افكر في اي حاجة غير ان انا ازاي هعدي اليوم ده، ازاي اليوم ده هيعدي من غير ما اعمل كذا او اذاكر او اعمل الحاجة اللي ترضيني. جوه دماغي زحمة افكار، افكر في اللي قدامي ولا في اللي ورايا ولا إيه بالظبط. اوقات بحس ان نفسي متأخر او شايل عن نفسي طاقة شلتها مش حاسس بيها. لكن ان انا اكتشفته في خلال الايام اللي انا كنت شغال فيها دي، ان الطاقة مش معتمدة على الضغط بس، الضغط ده بيطلع اقوى نسخة منك. انت دايما شايف الضغط ده واحد عدوك مش صاحبك خالص، لكن في الحقيقة ده شايف مصلحتك اكتر منك. في يوم صحيت مش قادر ابص قدامي، مش كسل ولا ارهاق، يعني حاسس ان هو ارهاق من التفكير، حاسس ان هو انا قدام الناس ببتسم قدامهم وابين لهم ان انا تمام، لكن انا من جوايا حاسس ان انا مش تمام. أنا كنت فاكر ان القوة انك تفضل ثابت، تفضل ثابت حتى لو المشاكل صعبت عليك، تفضل ثابت زي ما انت. لكن الحقيقة ما طلعتش زي ما انا كنت مفكر. هي طلعت انك تكمل حتى لو انت مهزوز. طول ما انا بحاول او انا بعافر في المشكلة او بعافر في الشغل، يبقى انا لسه مكمل. وبعد فترة، يعني يعني مش في الشغل ده بالذات، انا كنت قبلها كنت ساعات بقول انا تعبان مش قادر اكمل اليوم، خلاص حاجة يعني بستسلم في نص اليوم. لكن انا قررت في الايام الجاية ان انا مش هستسلم، ان انا هكمل يومي حتى لو انا تعبان، حتى لو انا مش هيحصل لي خير، هكمل يومي وهحاول بأي طريقة ان انا اعمل اي حاجة عشان ابقى ارضي نفسي وارضي نفسيتي ان انا خلاص اشتغلت، عملت الحاجة اللي ترضيني، عملت يومي، عملت اللي انا كنت عايزه. انا بطل اشتكي، اعمل اي حاجة، اي حاجة صغيرة تثبت لنفسي ان انا تمام في اليوم ده، اللي انا عملت اللي انا كنت عايزه. خلاص انام وانا مرتاح. ان الشغل ده او المدرسة بحر وانت قررت انك تعديه، في ناس بتعديه وفي ناس قررت تعوم، وانا من الناس اللي قررت اعوم. انا مش ضعيف، انا بتعب، بس انا مش ضعيف، بزعل، وفي ايام ببقى مش شايف قدامي اصلا. بس الضعف الحقيقي انك بعد كل اللي انت عملته ده ترمي كل ده وراك او تستسلم. وانا قررت اكمل. كل يوم بيحصل، في يوم في الاسبوع في الشغل او في المدرسة بيبقى في يوم صعب ما بيعديش، بس انا مش بفكر ان انا ازاي اعديه اليوم ده. انا عارف اللي هو هيعدي، بس انا عايز اعديه باشيك طريقه اليوم ده يعدي بيها. الفترة دي علمتني حاجه مهمه، ان محدش هيجي ينقذك او حد هيشدك من ايدك يقولك تعالى انا هعمل لك كل اللي انت عايزه. مفيش حاجه هتعمل كده، مفيش حد هيعمل كده اصلا. تستنى وتفضل مكانك، يا اما تقوم حتى لو رجليك تقيله، حتى لو المشوار تقيل، بس تفضل اللي انت عايز تعمله تبقى تمام. قررت ان انا اقوم، قررت ان انا اكمل، مش عشان اثبت لحد ان انا جامد، اثبت لنفسي الاول. على الوقت الضغط اكيد ما راحش، الضغط لسه موجود، بس انا بقيت احسن من الاول، بقيت اهدى. المشاكل ما خلصتش، المشاكل كل يوم بتكتر، بتبقى اسوأ من الاول، بس انا ببقى واثق زي كل يوم ان انا اعرف اعديها. اول حاجه كنت بعملها ان انا كنت بفضل قاعد مكاني والمشكله موجوده قدامي، وافضل اقول لنفسي ان كده كده مش كل مره بتعدي يبقى هتعدي. ما ظروفك هتتحسن في يوم. كل الظروف بتحصل اللي هي توقفك، بس بتعمل لك اختبار، هل انت هتكمل ولا هتفضل ثابت مكان. انت لازم تبقى اقوى،
لازم تبقى اقوى من نفسك اللي فاتت، اقوى من امبارح. الحقيقه اللي ما كانش في حد شايفها اللي انا كنت بتعب في الشغل، كنت بحاول ادور على الف حاجه اعملها، اي حاجه ترضي مثلا صاحب الشغل. هو دايما شايفني ان انا مش هساعده في اي حاجه، وانا جاي هنا عشان اخد فلوس، وانا عمري ما فكرت في الفلوس اصلا. لو كنت فكرت في الفلوس او فكرت في اي حاجه، يعني مثلا لو انا اخترت الفلوس خلاص، الفلوس احلى حاجه بالنسبه لي، كنت هعمل اي حاجه ان انا اخلي اليوم ده يعدي. اقعد مثلا استنى لحد ما يجي، واول ما يجي انا هشتغل. لا، ما كنتش بعمل كده، حتى لو هو مش موجود، حتى هو موجود كنت بشتغل. ولما كنت بخلص كل شغلي كنت بخلصه على طول، ما كنتش بلاقي حاجه بعملها في الوقت ده. اللي كان يعني مثلا بيبص لي فيه او بيشوفني فيه كان بيحسب ان انا ما اشتغلتش، لكن انا كنت بشتغل. وفي الوقت اللي انا كنت قاعد فيه كنت بدور على حاجه اعملها، على مفيش اي حاجه اعملها، كنت بفكر الف فكره اعمل ايه، مش بلاقي حاجه اعملها. وفي شخص في المشوار ده حبيت اشكره جدا، حاسس بيا، حاسس ان انا اقدر اقوم باي حاجه. بس المشكله ان انا ما كنتش في الاول، كانش هو الشخص ده ما كانش موجود في الاول معايا، لكن لما هو حضر شاف شاف نفسي اللي جواه. كلمة منك وتشجيع منك كانت بتخليني أكمل المشوار، كانت بتخليني أعرف أقوم على رجلي تاني، حتى لو كنت دايخ، حتى لو كنت تعبان، حتى لو ما كنتش واكل أي حاجة في اليوم. اللي أنا دايما كنت دايما متعودت اللي أنا يومي كله ما كنتش باكل أي حاجة. كنت مثلا حاجة كده خفيفة أفضل بيها أكمل بيها يومي، عشان أنا كنت بروح متأخر، فما كنتش مثلا كنت بروح انام على طول واصحى للشغل تاني، فما بقاش حاجه يعني تخليني اكمل يوم. دايما كان هو اللي بيساعدني، دايما اللي هو كان مثلا لو انا كنت تعبان كان بيجيب لي اللقمه لحد عندي، كان بيجيب لي الحاجه يعني. ما كنتش يعني انا ما كنتش يعني عندي الحاجه اللي انا اقدر اجيب، اقدر نفس الوقت ده اللي بيتشاف من بعيد بيبقى مش نفس اللي انت شايفه من قريب. قاعد في الشغل ببين نفسي ان انا قاعد، بس الحقيقة انا قاعد عشان مش لاقي حاجة اعملها، قاعد بفكر اي فكرة تفيد المكان. انا عمري ما شفت ان الفلوس هي دي اللي هتكبرني او هي دي اللي هتخليني اكمل حياتي. انا شفت الشغل ده مش فلوس خالص، شفته مسؤولية، تحدي، وحاجة اقدر اثبت فيها نفسي قدام اي حد. ابويا كان نفسي اشوفه، كان نفسي يعني ابين له ان انا كنت قادر اشيل المسؤولية، ومش متهالك ومش متكاسل. انا مش كامل وبغلط، واي انسان بيغلط عشان يعرف يكمل مشواره. وعمر ما نيتي كانت وحشة، كنت بحاول باي طريقة ادفع المكان، واني مش هستفيد منه، هو اللي يستفاد مني. ودي كانت اهم نقطة بالنسبة لي. في يوم عقلي وجسمي قالوا لي كفاية تتعب نفسك لحد كده، انت اثبتت نفسك بكل الطرق اللي انت تمام، وبرضه مش هتوصل اللي انت عايزه. انا كنت دايما شايف ان انا مش كنتش هكمل، لان انا مثلا هتيجي رمضان عليا وهيجي المدرسة وخلاص، الشغل ده هكمله مثلا في الاجازة الكبيرة بعد الامتحانات. لكن انا لما مثلا المدرسة بدأت قلت عايزة اطور علاقتي بالناس اكتر في الوقت ده، عشان كان ساعتها علاقتي بالناس كانت ساعتها مش تمام. انا كنت عايز احسن، انا يعني كنت في الوقت اللي هو بعد في ايام المدارس ده كنت عايز احسن علاقتي بصاحب الشغل، بالناس اللي كانت شغال معايا، زملاء يعني زمايلي في الشغل. في الوقت ده انا كنت عايز يعني ابين بصمة ليا، وانا قبل ما امشي كده كنت همشي، بس انا عايز ابين للناس قبل ما امشي ان انا حسين كان تمام معاكم، حسين ما كانش نيته وحشة اللي هو كان يبوظ لكم المكان، او اللي هو مثلا اللي كان في نيته اللي هو عايز فلوس ولا اي حاجة. كان نفسي قبل ما امشي ان انا ابين لكم ان انا ما كنتش عايز فلوس، انا كنت عايز ان انا دايما ارفع المكان ده. وبعدها اتقال لي انت ممكن تكمل معانا بس مش دلوقتي، في وقت تاني. ووقتها حسيت بزعل، بس انا مقدر كل حاجة حصلت. انا دخلت اتعلم وافيد الناس وتفيدني، اسيب يعني اثر كويس للناس. اثرت في غصب عني، وان زعلت حد فحقه عليا. ومفيش بيني وبين اي حد مشكلة، يمكن دي نهاية المرحلة بس دي مش نهاية الطريق. هرتاح، بس في قدامي عقبات انا لازم ابقى مجهز نفسي قبليها. لو حد بيتفرج عليا لحد دلوقتي وحاسس ان شغله زي كده مش متشاف، صدقني ربنا شايفه. الرجولة مش صوت عالي، الرجولة ضمير، وانا ضميري مرتاح. ولو دموعي نزلت ده صدق،
عمر ما كانت الدموع مش رجولة خالص، ولا حتى كانت ضعف. اللي جاي مش هيبقى سهل، بس هيبقى احسن. ان الدنيا هتتغير، عمر ما الدنيا هتتغير، انت اللي هتتغير. وانا اتغيرت، وانا مش هكسر ومش هكسر. بس سلام.